اعمل ايه لو عاوز اقدم على اعلان الاسكان الاجتماعي الجديد سكن لكل المصريين خمسة؟ انا محمود سعودي، وفي الفيديو ده هعرفك خطوات وشروط التقديم والمصاريف. في البداية الإعلان ده خاص بمحدود الدخل ومتوسط الدخل، وبتقدم عن طريق إنك بتشتري كراسة الشروط من مكاتب البريد المصري، والكراسات بتكون متاحة لغاية يوم 31 ديسمبر. وسعر الكراسة بالمصاريف الإدارية بيكون 355 جنيه. بعد ما بتستلم كراسة الشروط تقراها كويس وجهز الأوراق المطلوبة منك، وبترفع الأوراق على موقع الإسكان الاجتماعي، وهسيب لك لينك الموقع وكراسة الشروط في الكومنت. وبيكون في مبلغ جدية حجز 30,000 جنيه بالنسبة للوحدات الموجودة في المدن الجديدة، و20,000 جنيه للوحدات الموجودة في المحافظات. ومساحة الشقق بتكون 75 متر و90 متر، وبتتراوح أسعارهم بين 542,000 لغاية 700,000 جنيه. الوحدات ال 75 متر دي متاحة في المناطق التالية: محافظة الجيزة في مدينة حدائق أكتوبر، محافظة المنوفية في مدينة السادات، محافظة المنيا في مدينة المنيا الجديدة. والأقساط بتكون كالتالي: على مدار 3 سنوات، السنة الأولى بتدفع كل 3 شهور 5,000 جنيه، السنة الثانية بتدفع كل 3 شهور 6,000 جنيه، والسنة الثالثة بتدفع كل 3 شهور 7,000 جنيه. ووقت الاستلام البنك بيحدد لك المقدم اللي هتدفعه، ده مش بيقل عن 20% من قيمة الوحدة. الوحدات ال 90 متر دي متاحة في المناطق التالية: محافظة القاهرة في مدينة حدائق العاصمة ومدينة 15 مايو، محافظة اسكندرية في مدينة برج العرب الجديدة، محافظة الجيزة في مدينة حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة، محافظة الشرقية في مدينة العاشر من رمضان، ومحافظة أسوان في مدينة أسوان الجديدة. والأقساط بتكون كالآتي: على مدار 3 سنوات، السنة الأولى بتدفع كل 3 شهور 7,000 جنيه، السنة الثانية بتدفع كل 3 شهور 8,000 جنيه، والسنة الثالثة بتدفع كل 3 شهور 9,000 جنيه. ووقت الاستلام البنك بيحدد لك المقدم اللي هتدفعه، ده مش بيقل عن 20% من قيمة الوحدة. وباقي الأماكن هتلاقيها في كراسة الشروط. المفروض إنك بتستلم بحد أقصى 36 شهر، بس في بعض الحالات بتستلم بعد المدة دي، لأن الأولويات بتختلف في المتزوج غير المتزوج ويعول غير الأعزب وهكذا. لو عندك أي سؤال اكتب لنا في الكومنتس، ولو تعرف حد هيقدم ابعت له الفيديو عشان نستفاد. وما تنساش تعمل لايك وتشترك. شكرا ليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.